لماذا يواصل ريال مدريد السقوط في دوري أبطال أوروبا؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد الهزيمة الجديدة التي تلقاها الفريق على أرضه وبين جماهيره أمام ميلان ب3 أهداف لهدف. يبدو أن الريال الذي اعتاد على التربع على عرش القارة الأوروبية يواجه تحديات غير مسبوقة هذا الموسم، حيث تكشف نتائجه الأخيرة عن تراجع واضح في الأداء، مما يثير تساؤلات حول قدرته على الحفاظ على مكانته في القارة العجوز. الأخطاء الدفاعية والتذبذب في خط الوسط وعجز الهجوم عن استغلال الفرص كلها عوامل ساهمت في تلقي الفريق خسائر متتالية تضعه في موقف صعب في جدول ترتيب البطولة. ما سر تراجع مستوى مانشستر سيتي المفاجئ في دوري أبطال أوروبا؟ تساؤل يطرح نفسه بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام سبورتينغ لشبونة بنتيجة 4 أهداف لهدف. فريق بيب غوارديولا المعروف بأسلوبه الهجومي وضغطه المستمر بات يعاني من أداء متذبذب في البطولة الأوروبية، إذ يبدو أن كتيبة السيتيزنز تعاني من مشكلات دفاعية وأخطاء فردية أدت إلى هزائم غير متوقعة. ورغم امتلاكه لواحد من أقوى خطوط الهجوم في أوروبا، إلا أن الفريق لم ينجح في ترجمة الفرص إلى أهداف حاسمة وسط أداء غير مقنع من النجوم الأساسيين. هذا التراجع يثير القلق لدى الجماهير ويضع علامة استفهام كبيرة حول قدرة السيتي على المنافسة بقوة هذا الموسم.